حاسس إنك غريب وإنت وسط أهلك؟ أصعب غربة مش إنك تسيب بلدك. أصعب غربة هي إنك تحس إنك غريب وإنت في وسط أهلك، إنك تبقى قاعد على سفرة واحدة وسط ضحك وكلام، بس روحك في مكان تاني خالص محدش شايفها. المراية النهاردة مش جاية تسألك إنت مع مين، جاية تسألك إنت رحت فين، وليه بقيت بتحس إن التليفون والحيطان أحن عليك من قلوب الناس اللي حواليك. وإحنا ما بقيناش جيل وحيد عشان مفيش حد حوالينا، إحنا جيل وحيد عشان بقينا نعيش بنص صوت ونص وجود، ومفيش حد شبهنا. بقينا بنمثل إننا كويسين عشان خايفين من الأسئلة اللي ما بنعرفش نرد عليها. بتدخل أوضتك، تقفل بابك وتتنفس الصعداء كأنك كنت في معركة. المعركة دي هي التمثيل، تمثيل إنك فاهمهم وتمثيل إنهم فاهمينك. والبيوت اللي كان المفروض تبقى أمان بقت أماكن مؤقتة، أماكن بنكمل فيها مش بنرتاح. بقت عبارة عن جزر معزولة، كل واحد ماسك شاشته بيبحث عن ونس عند ناس غريبة، وهو هربان من الونس اللي جنبه على الكنبة. وعارف ليه وصلت للمرحلة دي؟ عشان انت بطلت تكون انت عشان ترضيهم، فخسرت نفسك وكمان ما كسبتهمش. بنيت أسوار حول قلبك عشان ما تتوجعش، فحبست نفسك جواها. انت بقيت مغترب إرادي، خايف تفتح قلبك فيتقال عليك دراما، وخايف تحكي وجعك فيتحسب عليك ضعف، فاخترت السكوت. والسكوت ده مع الوقت بقى حواجز خرسانية. انت مش لوحدك عشان مفيش حد، انت لوحدك عشان مفيش حد حقيقي يحتويك. طيب والآخر هتفضل لابس القناع لحد ما وشك الحقيقي يتنسي؟ التمثيل اللي بتعمله كل يوم عشان تمشي دنيتك هو بالظبط اللي بيبني السور اللي خنقك. لو فاكر إنك بذكائك بتكسبهم، فأنت في الحقيقة بتخسر أغلى حاجة بتملكها، بتخسر نفسك، وما خدتش منهم غير رضا مزيف ملوش طعم. المراية النهاردة ما بتقولكش تغير عشانهم، المراية بتقولك اتصالح مع وجعك. الوجع الصادق أنضف بكتير من السعادة اللي بتمثلها عشان خايف من نظرة شفقة أو سؤال ملوش إجابة. اخرج من سجن الناس هتقول إيه، وادخل في رحاب أنا حاسس بإيه. الوحدة مش إنك تكون لوحدك، الوحدة إنك تكون وسطهم وإنت مش إنت. لو كرامة روحك هتخليك وحيد لفترة، فده أشرف بكتير من زحمة بتدوس على قلبك كل يوم عشان ترضى عنك. لو الكلام ده وجعك، يبقى أنت لسه عايش ولسه فيك حتة حقيقية. انزل في التعليقات وقولي بكل صراحة، إيه الكذبة اللي بتعيشها كل يوم وسط أهلك عشان ما تبانش غريب؟ هنا مش هنحكم عليك، هنا المراية ما بتكذبش.